السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طلبة تانية اعدادي اهلا بيكم. معكم مستر احمد الدسوقي مدرس مادة الدراسات الاجتماعية والحياة الاعدادية والتاريخ للثانوية العامة. المرة اللي فاتت شرحنا الدرس الأول بتاع موقع وتضاريس قارة أفريقيا. المرة اللي فاتت شرحنا الدرس الأول موقع وتضاريس قارة آسيا وأوروبا. لو أنت ما اتفرجتش عليه لازم تتفرج عليه، هسيب لك تحت في الديسكربشن. أي حد عنده أي استفسار هسيب لك جروب التليجرام وجروب الواتساب. النهارده موعدنا مع الدرس الثاني، مصادر الطاقة والمعادن في آسيا وأوروبا. زي ما اتعودنا مع بعض، شاي جميل او تكه لذيذه، نسكافيه جميل، اكيد تحب تشربه وتركز في كل كلمه بنقولها وتركز على افكار ناكد عليها من خلال الشرح، وباذن الله باذن الله باذن الله دراستها تكون في امان لسنين قدام. بس اوعى تنسى الكلام، مش عايزين نطول المقدمه اكتر من كده. يلا بينا نبدا. بس قبل ما نبدا لازم نقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم، اياك نعبد واياك نستعين. صلي بينا على النبي ويلا بينا. بسم الله. الدرس بتاعنا بيتكلم عن المعادن ومصادر الطاقه في قاره اسيا واوروبا. طيب قال لك والله احنا هنتكلم النهارده الحصه دي عن المعادن، ان شاء الله باذن الله الحصه الجايه هنتكلم على او الفيديو الجاي هنتكلم على مصادر الطاقه في القارتين بتوعنا اللي هي اسيا واوروبا. طيب صلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. وحده الله لا اله الا الله. بيقول لك والله ان في اسيا واوروبا، سواء في اسيا واوروبا، المعادن ومصادر الطاقه مصادر الطاقه سواء الطاقه متجدده او غير متجدده بتزود الدخل القومي بتاع الدوله. تمام، يعني بتدخل لي فلوس، سواء مصادر الطاقه متجدده او غير متجدده، سواء معادن او غيره. تمام. طيب بيقول لك بقى اولا هنتكلم على المعادن. بيقول لك والله ان المعادن زي ما بقول لك دلوقتي ان هي بتدخل لي مصادر مهمه للدخل القومي، يعني الدوله بتكسب فلوس جدا كتير جدا من المصادر دي. زي يا عم السعوديه، دول الخليج نفسهم ما بقوش دول الخليج الا لما اكتشفوا البترول والغاز الطبيعي. زمان احنا اللي كنا بنصنع للسعوديه الكسوه بتاعت الكعب. تمام، والتاريخ بيشهد بكده. اما دلوقتي السعوديه ودول الخليج كلها من اغنى دول العالم. ليه؟ بسبب اكتشاف البترول والمعادن والغاز الطبيعي اللي موجود. بيقول لك احد العلماء بيقول لك ان دول الخليج بتعوم على بحيره من البترول والغاز الطبيعي، عندهم غاز طبيعي وبترول كبير جدا، عشان كده هم من اغنى دول العالم دلوقتي. طيب فبيقول لك والله مصادر الطاقه والمعادن بتزود الدخل القومي لدول اسيا واوروبا، القارتين بتوعنا السنه دي. تمام. المعادن كتير، فعشان كده العلماء صنفوهم الى انواع زي ايه؟ قال لك والله قال لك معادن اساسيه، في معادن خفيفه، في معادن استراتيجيه ونوويه. واحده واحده كده معايا وصلي بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. لا وحدوا الله لا اله الا الله. اولا المعادن الاساسيه. المعادن الاساسيه دي اللي هي زي ايه؟ قال لك والله زي حديد، الكروم، النحاس، المنجنيز والنيكل. وما تقلقش كل واحد فيهم هنعرف ايه هو دلوقتي. طيب المعادن خفيفه جايه من اسمها اللي هي خفيفه الوزن، عشان كده بنسميها معادن خفيفه، على عكس الحديد تقيل بنسميه معادن اساسيه. طيب المعادن الخفيفه زي حاجتين، التيتانيوم معدن التيتانيوم والبوكسايد. مسطره وايه الكلام ده هنعرفه كمان شويه، خليك صبور. طيب المعادن الاستراتيجيه والنوويه قال لك زي اليورانيوم. طيب واحده واحده بقى. اولا المعادن الاساسيه، هتكلم على كل معدن. اولا الاهميه بتاعته، موجود فين في قاره اسيا، موجود فين في قاره اوروبا. تمام، يبقى الاهميه بتاعته موجود فين في اسيا، موجود فين في اوروبا. تمام. طيب بص كده معايا. اولا اهميه المعادن الاساسيه اللي موجوده في قاره اسيا واوروبا. ايه هي المعادن الموجوده الاساسيه؟ قال لك زي الحديد، الكروم، النحاس، المنجنيز، النيكل. واحده واحده كده. اولا الحديد، لو فاكرين ايوه فاكرين السنه اللي فاتت الترم الثاني كنا خدنا في قاره افريقيا مصادر معادن ومصادر الطاقه في قاره افريقيا، واتكلمنا على الحديد وقلنا اهميه الحديد بيستخدم في صناعه الحديد، وسائل النقل. جدع لسه فاكرين. بيقول لك ايه؟ زي ما بتقول دلوقتي ان الحديد بيدخل في صناعه الصلب ووسائل النقل، ده الحديد. طيب يا مستر احنا كنا برضو خدنا الكروم ده بيدخل في صناعه الحديد والصلب والطوب الحراري. طيب وبرضو كنا خدنا النحاس يا ولد. ايوه الاسلاك الكهربائيه. جدع، بيدخل في الصناعات الكهربائيه والاسلاك، يعني اي سلك، اي صناعات كهربائيه بيدخل في صناعته النحاس.
يبقى كده انا عندي الحديد والنحاس والكروم احنا خدناهم السنه اللي فاتت وبنأكد عليهم السنه دي وبنقول ان الحديد بيستخدم في صناعه الصلب ووسائل النقل، الكروم بيستخدم في صناعه الصلب والحديد والصلب والطوب الحراري، اما النحاس بيستخدم في الصناعات الكهربائيه وصناعه الاسلاك الكهربائيه. طيب الجداد بقى اتنين، المنجنيز والنيكل. قال لك المنجنيز بيدخل في صناعه الصلب برضك زي الكروم والحديد، وبرضك بيدخل في صناعه بقى بطاريات السيارات الكهربائيه. بطاريات السيارات الكهربائيه انت عارفين دلوقتي يعني الوقت ده اللي احنا عايشين فيه ده بقى في عربيات بتتصنع بالكهرباء، على عكس اللي موجوده دلوقتي اللي بالغاز اللي هو البنزين يعني وكده. بقى في عربيات بره طبعا مصر بتصنع، او بقى هو موجود برضو في مصر والله، بتصنع بالكهرباء او بتتشحن بالكهرباء. تمام. اللي بيتصنع بقى منه ده الماده الخام بتاعتها المنجنيز، يبقى المنجنيز ده بيدخل في صناعه الصلب وبطاريات السيارات الكهربائيه. اما بقول لك بالمتفسر الاهميه الاقتصاديه المعدن كذا، هتقول لي الاهميه بتاعته. الاهميه الاقتصاديه المعدن المنجنيز هتقول لي بيدخل في صناعه الصلب وبطاريات السيارات الكهربائيه. تمام. طيب النيكل، قال لك والله النيكل ده بيدخل في صناعه محركات الطائرات. مستر هي ايه المحركات دي؟ انتوا عارفين الموتور هو المحرك، يبقى موتور الطياره بقى مش العربيه اللي بيدخل في صناعه محركات اللي هو موتور الطياره اللي هو معدن اسمه معدن النيكل، وبرضه بيدخل في صناعه بطاريات السيارات الكهربائيه. اذا بطاريات السيارات الكهربائيه ده بيدخل في صناعه المنجنيز او بيستخدم منه المنجنيز والنيكل. يبقى المنجنيز والنيكل الاثنين بيستخدموا في صناعه بطاريات السيارات الكهربائيه. خلي بالك النيكل ده بيدخل في صناعه محركات الطائرات وبطاريات السيارات الكهربائيه، عشان كده مركز بيقول لك النيكل ده من احدى المواد الخام الحرجه. مستر هو يعني ايه مواد حرجه؟ احنا بنسمع كلمه الحرجه دي في المستشفيات اللي هي ايه؟ حاله حرجه، فبتدخل على طول اللي هو بيعملوا لها اسعافات اوليه وهكذا، بيدخلوا على طول الطوارئ. طب يعني ايه ماده خام حرجه؟ صلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، وحده الله لا اله الا الله. بص كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك المواد الخام الحرجه دي هي مواد خام محدوده الوجود. محدوده ايه الوجود؟ يعني محدوده الوجود يعني قليله. يعني ايه قليله؟ يعني مش موجوده اصلا، يعني نادره. واي حاجه نادره ذات اهميه اقتصاديه كبيره. يعني ايه اي حاجه نادره ذات اهميه اقتصاديه كبيره؟ يعني في قاعده بتقول لك لما السلعه بتقل قيمتها بتزيد. يعني ايه؟ يعني مثلا الخاتم ده لو صحي الصبح لقينا الفضه ما بقتش موجوده سعرها بيزيد. طب لو هي حاجه كتيره سعرها بيقل. يعني مثلا فاكرين لما حصل ازمه كده بيقول لك ان السكر اختفى من البلد، ما بقاش فيه سكر في البلد، فسعر السكر في الوقت ده كان الكيس الواحد كيلو كان بيوصل مثلا ل 100 جنيه او 200 جنيه. تمام. طيب لكن دلوقتي في الفتره اللي كان فيها سكر كتير السعر السكر عادي ب 20 30 40 جنيه، او يعني مقارنه باللي فات لا هو غالي لانه دلوقتي بقى متوفر فسعره عادي. اما اللي هو محدودة الوجود اللي هو سعره قليل فبيكون ذات اهميه اقتصاديه كبيره. والنيكل ده بيدخل في صناعه الطاقه النظيفه، يبقى تاني يبقى مستر ما معنى المواد الخام الحرجه؟ هتقول لي والله المواد الخام الحاجه دي هي مواد خام محدوده الوجود ذات اهميه اقتصاديه كبيره بتدخل في انتاج الطاقه النظيفه. تمام. طيب تعال بقى ندخل نشوف الجدول ده بقى بيتكلم عن ايه. قال لك والله الجدول ده هنقسم لي الخمس المعادن الاساسيه: حديد نحاس كروم منجنيز كروم النيكل. الخمس معادن دول هنعرف فيهم اولى الدول انتاجا للمعدن ده في قاره اسيا، اولى الدول انتاجا للمعدن ده في قاره اوروبا. طيب الجدولين دول يا مستر الجدول ده هنحتاجه، اما الجدول ده هو ما بيسالنيش على النسب، ما بيسالنيش خالص عن النسب. طيب يبقى احنا هنتكلم على اولى الدول في اسيا دلوقتي واولى الدول في اوروبا دلوقتي، وفي الاخر هجمع لك كده تقسيمه بتتكلم على النسب او التلت والتلتين والكلام ده. تمام. طيب الحديد اولى الدول انتاجه في قاره اسيا هي الصين. اولى الدول في انتاجه في اسيا ايه؟ الصين. خلي بالك بس اقول لك على حاجه، اولى الدول في انتاج معظم كل المعادن ومصادر الطاقه هتلاقيها الصين وروسيا. ليه؟ لان الصين وروسيا هي اكتر او اكبر الدول. بص الصين عامله ازاي؟ كل دي الصين. طب بص روسيا هي اكبر دوله في العالم كله، كل دي روسيا.
فبيقول لك ان اكتر المعادن ومصادر الطاقه موجوده في الدولتين دول، الصين وروسيا. تمام. مش عايزه تيجي ليه؟ العطسه مش عايزه تيجي. ايوه جايه. لا مش عايزه تيجي برضك، مش عارف ايه. المهم يبقى الصين وروسيا. ونسيت اقول لك على حاجه. هي روسيا بقى، بص كده، روسيا جايه واخده جزء، كل جزء من اسيا دي كلها وجزء من اوروبا، بس احنا بنقول روسيا دوله اوروبيه. طب ليه يا مستر هي دوله اوروبيه ليه؟ قال لك والله عشان العاصمه موجوده في موسكو اللي هي اصلا جزء من اوروبا. يبقى اوروبا، يبقى روسيا ذكيه قالت لك انا عايز اكون تبع اوروبا، فاعمل كده ازاي؟ اعمل كده من خلال اللي خلي العاصمه بتاعتي موجوده في اوروبا اللي هي عاصمه اسمها موسكو. فعشان كده بنعتبر روسيا دوله اوروبيه مش اسيويه، على الرغم من انها اصلا جايه واخده كل المساحه في اسيا. تمام. طيب يبقى انا كده عندي اولى الدول الاوروبيه، اولى الدول الاسيويه المنتجه للحديد هي الصين. طيب وعلى الرغم من كده، على الرغم ان هي بتنتج كميات كبيره جدا 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 من الحديد، الا انها برضك بتستورد بكميات كبيره من بره. طب ليه؟ عشان تغطي استهلاكها الضخم. يعني ايه يا مستر بقى الكلام ده؟ الصين زي ما انتم شايفين، لسه شايفين، الصين مساحتها كبيره والسكان بتوعها كتير جدا، فعلى الرغم ان هي بتنتج كميات كبيره جدا من الحديد، الا انها بتحتاج اللي هي تجيب من بره عشان تغطي الاحتياجات الكتير. يعني تخيل كده، مثلا احنا اسره مكونه من 10 افراد، تمام؟ وجبت 5 كيلو لحمه. 5 كيلو لحمه المفروض في الطبيعي هو كتير، بس عشان احنا عشان احنا 10 الخمسه دول بيخلصوا وبنحتاج كمان نزود من بره. ليه؟ عشان العدد كبير. نفس الحكايه عن الصين. الصين مساحتها كبيره وسكانها كتير، فعلى الرغم من انها بتنتج كميات كبيره جدا من الحديد، الا انها بتستورد كميات كبيره برضك من بره عشان تغطي استهلاك الحديد ده كله، لانها بتستهلك كتير جدا. تمام. طيب يبقى اولى الدول الصين، اولى الدول في اسيا الصين. طب اولى الدول في اوروبا روسيا. يبقى الصين وروسيا، حديد الصين وروسيا. طيب تاني حاجه النحاس، قال لك برضك النحاس الصين وروسيا. يبقى انا كده بقول لك حديد نحاس صين وروسيا، حديد نحاس صين وروسيا. يبقى الحديد والنحاس اولى الدول انتاجا لاسيا، الحديد في اسيا او في اسيا الصين. لو اولى الدول انتاجا للحديد والنحاس في اوروبا روسيا. تمام. طيب يبقى حديد نحاس صين وروسيا، حديد نحاس صين وروسيا. طيب النيكل، قال لك النيكل فيها نون صح؟ النيكل اندونيسيا روسيا. يبقى نيكل اندونيسيا روسيا، نيكل اندونيسيا روسيا. يبقى تاني، يبقى حديد نحاس صين وروسيا، حديد نحاس صين وروسيا. طيب نيكل اندونيسيا روسيا، اندونيسيا روسيا. يبقى احنا كده غيرنا اندونيسيا بس. يبقى حديد نحاس صين وروسيا، اندونيسيا نون صح؟ يبقى نون نيكل اندونيسيا روسيا، نيكل اندونيسيا روسيا. طيب المنجنيز الصين اللي احنا متعودين عليها، الصين والهند واوكرانيا، الصين والهند واوكرانيا. كمان شويه هقول لك الكلام ده على الخريطه، هو الدول دي موجوده فين على الخريطه. تمام. طب بص بس الاول قول معايا، يبقى حديد نحاس صين وروسيا، حديد نحاس صين وروسيا. نيكل اندونيسيا روسيا، نيكل اندونيسيا روسيا. منجنيز الصين والهند واوكرانيا، الصين والهند واوكرانيا. طب يبقى لي الكروم، الكروم قال لك والله في هند وتركيا وفنلندا. يبقى هند وتركيا في اسيا، اولى الدول انتاجا للكروم في قاره اسيا الهند وتركيا. وقال لك اولى الدول انتاجا للكروم في اوروبا فنلندا. يبقى هند تركيا فنلندا. يبقى تاني حديد نحاس صين وروسيا، حديد نحاس صين وروسيا. اندونيسيا نيكل اندونيسيا روسيا، نيكل اندونيسيا روسيا. منجنيز الصين والهند واوكرانيا، الصين والهند واوكرانيا. طيب اخر حاجه قال لك الكروم هند تركيا فنلندا، هند تركيا فنلندا. تمام. طيب يبقى انا عندي حديد نحاس صين وروسيا، حديد نحاس صين وروسيا. نيكل اندونيسيا روسيا. منجنيز الصين والهند واوكرانيا، الصين والهند واوكرانيا. طيب كروم هند تركيا فنلندا، هند تركيا فنلندا. مستر انا بقيت اتلخبط، ايه الكلام ده على الخريطه؟ طيب بص لي بقى كده على الخريطه عشان نعرف الاماكن الدول دي، لان هو هيجي لك في الامتحان يقول لك مثلا يجيب لك ارقام في الامتحان، رقم مثلا على دوله الصين، ويقول لك ان الصين دي هي اولى الدول انتاجا للحديد، ويقول لك ما هي ايه هي الدوله دي؟ هتقول له الصين. طيب يبقى اولى الدول انتاجا للحديد في قاره اسيا الصين، يبقى الصين وروسيا. يبقى حديد نحاس صين وروسيا، حديد نحاس صين وروسيا. طب نيكل اندونيسيا، بص اندونيسيا اهي،
اما يجي يقول لك مثلا هنا رقم 3 ويقول لك رقم 3 دي هي اولى الدول انتاجا للنيكل في قاره اسيا، هتقول لي اندونيسيا. يبقى حددنا الصين وروسيا، نيكل اندونيسيا وروسيا، نيكل اندونيسيا وروسيا. طيب منجنيز الصين والهند واوكرانيا، الصين والهند واوكرانيا. بص ادي اوكرانيا اهي. اما اجي اقول لك اولى الدول الاوروبيه انتاجا للمنجنيز هتقول لي اوكرانيا، ادي اوكرانيا اهي. بقول لك مثلا 4 بتقول لي، اقول لك 4 دي اولى الدول انتاجا للمنجنيز، اوروبيه انتاجا للمنجنيز هتقول لي اوكرانيا. طيب يبقى اخر حاجه كروم، هند تركيا فنلندا، هند ادي الهند، وادي تركيا، وادي فنلندا، هند تركيا فنلندا، هند تركيا فنلندا. يبقى هند تركيا فنلندا. يبقى تاني حديد نحاس صين وروسيا، حديد نحاس صين وروسيا. نيكل اندونيسيا روسيا، نيكل اندونيسيا روسيا. طيب منجنيز الصين والهند منجنيز الصين والهند واوكرانيا، الصين والهند واوكرانيا. طيب اخر حاجه الكروم، هند تركيا فنلندا، هند تركيا فنلندا. بص فنلندا اللي هي الدوله دي، اللي هي الحته دي كده، دي كده اسمها فنلندا، اسمها ايه؟ فنلندا. طيب دي كده المعادن الاساسيه. طب يا مستر انا ما عرفتش الانتاج العالمي الحاجات دي، النسب الكلام ده هوريها لك في الاخر كده، في الاخر خالص هيقول لك بطريقه كويسه. طيب دي كده المعادن الاساسيه. تاني حاجه معايا المعادن الخفيفه، ومن اسمها ايه؟ من اسمها معادن خفيفه، اللي هي خفيفه الوزن، وهنعرف يعني ايه دلوقتي. طيب معادن خفيفه زي ايه؟ انا قلت لك يعني التيتانيوم والبوكسايت، التيتانيوم والبوكسايت. مستر احنا خدنا البوكسايت دي السنه اللي فاتت وعرفنا، ايوه يا ولد. قال لك البوكسايت ده بيدخل في صناعه الالومنيوم، تمام، اللي هو الحله الالومنيوم. ماما مثلا بتيجي تقول لك هات لي الحله الالومنيوم اللي موجوده في المطبخ، هتقول لي والله يا مستر ايوه انا عرفت الالومنيوم ده هو الحله دي اللي بيدخل بقى اللي بيتصنع منها البوكسايت. يبقى البوكسايت بيصنع او الالومنيوم، الالومنيوم بقى ده بيتصنع منه، لا البوكسايت بيصنع منه الالومنيوم. حلو كده، البوكسايت بيصنع منه الالومنيوم. حلو كده تمام الحمد لله. طيب ايه التيتانيوم؟ قال لك التيتانيوم ده بقى ماده بتستخدم في صناعه هياكل الطائرات. خلي بالك معلومه مهمه جدا جدا جدا. محركات الطائرات بيدخل في صناعه، او اللي بيدخل في صناعته المنجنيز او النيكل. النيكل هو اللي بيدخل في صناعه محركات الطائرات. اما هياكل الطائرات ده اللي بيدخل في صناعته التيتانيوم. يبقى خلي بالك تيتانيوم هياكل الطائرات، اما النيكل محركات الطائرات اللي هو الموتور، اما الهيكل ده اللي هو شكل الطياره من بره اللي بيدخل في صناعته التيتانيوم. والصواريخ يبقى هياكل الطائرات والصواريخ والاجهزه الطبيه. طب ليه؟ بركز، قال لك والله لانه بيتميز بخفه وزنه، صلابته العاليه، مقاومته كبيره للتاكل. خفه وزنه، صلابته العاليه، مقاومته كبيره للتاكل. يعني ايه مقاومته كبيره للتاكل؟ يعني ما بيصدش زي الحديد، على عكس الحديد ما بيصدش بسرعه يعني، تمام. طيب يبقى التيتانيوم يدخل في صناعه هياكل الطائرات والصواريخ والاجهزه الطبيه لانه بيتميز بخفه وزنه، صلابته العاليه، ومقاومته كبيره للتاكل. والبوكسايد احنا قلنا اللي هو بيدخل في صناعه الالومنيوم، تمام. طيب اولى الدول انتاجا في اسيا، واولى الدول انتاجا في اوروبا. احنا قلنا ان الاغلب المعادن ومصادر الطاقه الصين وروسيا، الصين وروسيا. بص كده البوكسايد اولى الدول انتاجا لاسيا، اولى الدول انتاجا للبوكسايد في اسيا الصين. طب اولى الدول الاوروبيه انتاجا للبوكسايد في اوروبا روسيا. يبقى برضك بوكسايد الصين وروسيا، الصين وروسيا. يبقى حددنا حاجه الصين وروسيا والكلام ده خلصناه. بوكسايد برضك الصين وروسيا. طب التيتانيوم قال لك برضك اولى الدول الاسيويه الصين بس. اولى الدول الاسيويه قصدي الصين بس. اولى الدول الاوروبيه انتاجا للتيتانيوم النرويج واوكرانيا، النرويج واوكرانيا. يبقى خلي بالك، يبقى هنا عندي برضه الصين تمام. الجدول ده تيتانيوم بوكسايد الصين، هنا الصين وروسيا. اما التيتانيوم الصين والنرويج اوكرانيا، الصين والنرويج اوكرانيا، الصين والنرويج اوكرانيا. وخلي بالك برضه معلومه ليك اللي انا لسه هقولها كمان شويه، الاثنين خمسين الانتاج في قاره اسيا. يبقى سواء التيتانيوم او البوكسايد 50 الانتاج منه في العالم كله موجود في اسيا، تمام. طيب يبقى هنا 50 الصين، هنا روسيا، النرويج، اوكرانيا، روسيا، النرويج، اوكرانيا. يبقى خلي بالك اولى الدول الاوروبيه او اولى الدول الاسيويه انتاجا سواء البوكسايت او التيتانيوم الصين، تمام. طيب اولى الدول الاوروبيه انتاجا للبوكسايت روسيا. اما اولى الدول الاوروبيه انتاجا للتيتانيوم النرويج اهي، خلي بالك دي فنلندا،
فنلندا دي بتاعت الكروم، اما النرويج دي بتاعت ايه؟ بتاعت التيتانيوم. النرويج واوكرانيا، النرويج واوكرانيا، النرويج واوكرانيا. طيب كده المعادن الخفيفه خلصت. طيب بيقول لك بقى معلومه مهمه جدا 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 جدا. بتقول لك المعلومه دي بقى، بتقول لك ان قاره اسيا او البوكسايت ده بيتم صناعته في قاره اسيا اكتر من اوروبا. طب ليه؟ قال لك والله لانه البوكسايت ده محتاج بينتج في المناطق المداريه، بينتج في المناطق ايه؟ المداريه. هسالكوا سؤال، هل المناطق المداريه دي اللي هي المناطق الاستوائيه اللي هي الحاره، الاستوائيه اللي هي الحاره، اسالكوا سؤال، هل اوروبا قاره حاره ولا ساقعه؟ ساقعه، لان احنا قلنا ما كنا بنشرح موقع الفلك والموقع الجغرافي بتاع قاره اسيا واوروبا، قلنا ان اوروبا تقع في المنطقه المعتدله الشماليه. المنطقه المعتدله ايه؟ الشماليه. يعني معتدله يعني الجو فوق، الجو في اوروبا حلو، معتدل في معتدل في الصيف وبارد جدا في الشتاء، على العكس المناطق الاستوائيه الحاره. البوكسايت بقى ده بينتج في المناطق المداريه، اذا يقل انتاج البوكسايت في قاره اوروبا، لان اوروبا اصلا ما بيتوفرش ما بيكونش فيها المناخ الساقع ده، ما بيكونش فيها المناخ الحر ده. يبقى بسبب عدم توافر المناخ الملائم مثل المناخ المداري اللي لازم تكون خام البوكسايت، لان اوروبا تقع في المنطقه المناخيه المعتدله الشماليه. يبقى تاني، يبقى ما اقول لك بما تفسر يقل انتاج البوكسايت في قاره اوروبا، هتقول لي والله لان البوكسايت ده محتاج مناطق مداريه، واوروبا اصلا تقع في المنطقه المعتدله المنطقه المناخيه المعتدله الشماليه، يبقى هو يقل الانتاج في قاره اوروبا. اسيا اكتر من اوروبا، يبقى البوكسايت موجود في اسيا اكتر منه موجود في اوروبا، لانه بيتم فيه انتاجه في المناطق المداريه اللي هي الاستوائيه الحاره. تمام؟ طيب اخر معدن معايا او اخر انواع المعادن هي اخر انواع المعادن، معادن الاستراتيجيه والنوويه. استراتيجيه ونوويه، يعني ايه استراتيجيه ونوويه؟ يعني معادن مهمه جدا 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 بتدخل في صناعه الاسلحه النوويه. بتدخل في صناعه ايه؟ الاسلحه النوويه، اللي هم لو ضربوا بيه دلوقتي العالم كله هيموت، زي ما حصل في اليابان في الحرب العالميه الثانيه لما امريكا ضربت على اليابان قنبلتين، هيروشيما وناجازاكي، ودمرت اليابان كلها في الحرب العالميه الثانيه. تمام؟ طيب اليورانيوم ده بقى بيدخل في صناعه الصناعات النوويه كمصدر للطاقه النوويه. الطاقه النوويه دي اللي هي اكبر طاقه مدمره في العالم كله. تمام؟ طيب ادي الاهميه بتاعت اليورانيوم. طيب موجود فين في اسيا وموجود فين في اوروبا؟ قال لك اولى الدول الاسيويه المنتجه لليورانيوم كازاخستان. كازاخستان وهنشوفها دلوقتي على الخريطه. طيب اولى دول اوروبيه روسيا، يبقى كازاخستان وروسيا. فين كازاخستان بقى يا مستر وروسيا؟ قال لك والله كازاخستان اهي تحت روسيا على طول، كازاخستان. يبقى اولى الدول الاسيويه انتاجا لليورانيوم كازاخستان. طب اولى الدول الاوروبيه انتاجا لليورانيوم روسيا. يبقى اولى الدول انتاجا اولى الدول الاسيويه انتاجا لليورانيوم كازاخستان، اما الاوروبيه روسيا. يبقى كازاخستان وروسيا، كازاخستان وروسيا. طيب قال لك بقى في النسب، انت يا مستر ما قلتليش النسب. النسب بقى دي بتاعت ايه؟ بص كده، النسب دي انا مش محتاجها، ما بيسالش عليها. انا اهم حاجه بيقول لك تلت، تلتين، خمس، خمسين، الكلام ده النسب دي هو دي اللي بيسال عليها. فانا عندي ايه مثلا؟ بيقول لك الحديد تلتين الانتاج، الكروم تلت الانتاج، النحاس خمس الانتاج، النيكل تلتين الانتاج. بعملهم بقى بقولهم ازاي؟ بص كده معايا، تلت، تلتين، خمس، خمسين، ماشي، نص، تلت، تلتين، خمس، خمسين، نص. تلت ده اللي هو ايه؟ التلت اللي هو الكروم. يبقى الكروم خلي بالك انا بتكلم عن كل النسب دي موجوده في قاره اسيا، مش دعوه في اوروبا خالص. يعني مثلا اقول لك الحديد تلتين الانتاج منه في قاره اسيا، الحديد نقط في قاره اسيا، هتقول لي تلتين الانتاج منه في قاره اسيا. يبقى التلت ده تلت الانتاج في قاره اسيا موجود منه الكروم. يبقى الكروم تلت، الكروم ايه؟ تلت. يبقى الكروم تلت. طيب تلتين الحديد والنيكل، حديد ونيكل تلتين. يبقى التلتين عندي اتنين، تلتين اتنين حديد ونيكل. يبقى تلت كروم، تلتين حديد ونيكل، خمس نحاس. تمام؟ خمس نحاس. الخمسين انا قلتها لك واحنا بنشرح الاثنين، البوكسايت والتيتانيوم يا ولد. الخمسين بوكسايت وتيتانيوم، تيتانيوم. يبقى
يبقى تلت كروم، تلتين 2 حديد ونيكل، خمس نحاس، خمسين 2 بوكسيد وتيتانيوم، بوكسيد وتيتانيوم، نص اليورانيوم، اليورانيوم. يبقى تاني، يبقى انا عندي تلت تلتين، خمس خمسين، خمس خمسين، نص، تلت كروم، تلتين حاجتين حديد ونيكل، خمس نحاس، خمسين خمسين بوكسيد وتيتانيوم، طيب نص اليورانيوم، اليورانيوم. طيب تمام. طيب قال لك بقى اخر حاجه معايا في الجزء بتاعنا النهارده، بيقول لك ان المعادن موجوده في قاره اسيا اكتر من اوروبا. ليه؟ ركز معايا بقى، سؤال مهم جدا جدا جدا. بيقول لك انتاج المعادن الخام في قاره اسيا مرتفع عن انتاج في قاره اوروبا. يعني المعادن في قاره اسيا اكتر من اوروبا. ليه يا مستر؟ بص بقى معايا. اولا اسيا هي اكبر قارات العالم، واوروبا احنا قلنا هي تاني اصغر قارات العالم، او اصغر قارات العالم، او تاني اصغر قارات العالم، او سادس قارات العالم مساحه، او اصغر قارات العالم القديم مساحه. اذا اكيد طبعا القاره الموجود كبيره هيكون فيها معادن اكتر من يكون فيها صغيره. تمام. فبيقول لك بسبب اتساع مساحه اسيا عن قاره اوروبا، يبقى اتساع مساحه قاره اسيا عن قاره اوروبا، يبقى مساحه كبيره، يبقى اسيا مساحتها كبيره. طيب تاني حاجه، قال لك والله صخور متنوعه، تنوع الصخور في قاره اسيا، في صخور ناريه ومتحوله ورسوبيه، على عكس قاره اوروبا هي متنوعه اكتر في اسيا عن اوروبا. يبقى اول حاجه مساحه كبيره، صخور كتيره، مساحه كبيره، صخور كتيره. طيب تالت حاجة حركة باطنية. الحركات الباطنية دي زي ايه مثلا؟ يعني زي زلازل، زلزال، بركان، زي تفاح بركانية بتطلع اللي هي البراكين، زي عصير. الحاجات دي كل الحركات الباطنية دي اللي هي الزلازل والبراكين، الكلام ده بتطلع لي المواد الخام فوق سطح البحر. فبيقول لي ايه؟ زي تعرض مساحات كبيرة من قارة اسيا، حركات باطنية قوية مقارنة باوروبا. يبقى انا عندي مساحة كبيرة، صخور كتيرة، مساحة كبيرة، صخور كتيرة، حركات باطنية، نفاذل كميات كبيرة من المعادن الخام في أوروبا. يعني أوروبا بدأت تستنزف كميات كبيرة من المعادن. طب ليه؟ قال لك والله بسبب طول فترة الاستخراج التي بدأت مع الثورة الصناعية اللي بدأت في منتصف القرن ال 18 في أوروبا. مستر مش فاهم إيه الثورة الصناعية وإيه منتصف القرن ال 18 وإيه الكلام المجعلص ده؟ صليت على النبي عليه الصلاة والسلام، حتة الله لا إله إلا الله. قال لك في اوروبا قامت الثوره الصناعيه في اوروبا، وانتوا عارفينها خدناها السنه اللي فاتت. الثوره الصناعيه قامت في اوروبا في منتصف القرن ال 18. تحول الانسان، بدا ما كان بيستخدم ايده بدا يستخدم الالات، فبدا محتاج حاجتين، مواد خام واسواق. مواد خام عشان يبدا يعمل كميات كبيره من المعادن. هو كان الاول مثلا بينتج سجاده واحده ماشي في اليوم كله هو بايده، لكن دلوقتي مع المكن بدا اللي هو ينتج ممكن يعمل 60 سجاده في نفس اليوم عادي. تمام. فبيحتاج مواد خام كتير واسواق، مواد خام عشان يعرف ينتج كتير، واسواق عشان يعرف يبيع المنتجات دي كلها. طيب فاستنزفوا كميات كبيره جدا 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 من المعادن في اوروبا، وكمان بدا اللي هم يحتاجوا بره اوروبا، اللي هم بداوا يروحوا نعمل اللي هي حركه الاستعمار الاوروبي اللي اتكلمنا عليها السنه اللي فاتت. تمام. طيب فبدا اللي هم يستنزفوا كميات كبيره جدا من المعادن في قاره اوروبا، فادى بسبب طول فتره الاستخراج التي بدات في قاره اوروبا. يبقى تاني، يبقى نفاذ كميات كبيره من المعادن الخام. يبقى ما اقول لك بما تفسر يوجد معادن في قاره اسيا اكتر من قاره اوروبا. هتقول لي والله بسبب مساحه كبيره، صخور كتيره، مساحه كبيره، صخور كتيره، حركات باطنيه، نفاذ الكميه، حركات باطنيه، نفاذ الكميه. يبقى نفاذ كميات كبيره من المعادن اللي موجوده بسبب طول فتره الاستخراج اللي بدات مع الثوره الصناعيه في منتصف القرن ال 18 في اوروبا. تمام. طيب ده الدرس بتاعنا النهارده. تعال نحل شويه او نحل سؤالين ثلاثه كده عليهم عشان نثبت المعلومات. طيب بص كده معايا، ادي جدول بيوضح لك، بيقول لك اولى الدول انتاجا في قاره اسيا، واولى الدول انتاجا في اوروبا، ويقول لك المعادن. فانت المفروض مطلوب منك ان تكتب لي اولى دول انتاجا في اسيا في الحديد والمنجنيز وهكذا. طب نحل كده معانا. بص كده، قال لك والله حديد نحاس الصين وروسيا، حديد نحاس الصين وروسيا، يبقى اولى دول الانتاج الحديد الصين. طب اوروبا روسيا، يبقى حديد نحاس الصين وروسيا. طب يا مستر منجنيز، المنجنيز الصين والهند واوكرانيا، يبقى في اسيا الصين والهند، وقال لك في اوروبا اوكرانيا. تمام. طيب الكروم يا مستر، قال لك الهند وتركيا. ايوه اكتبها لي تحت في التعليقات بقى دي ايه. الهند وتركيا،
ها اكتبوا لي تحت في التعليقات. طيب النيكل نون اندونيسيا وروسيا، اندونيسيا روسيا، يبقى نيكل اندونيسيا روسيا. طب النحاس حديد نحاس صين. ايه ده؟ ايوه حديد نحاس صين وروسيا، حديد نحاس الصين وروسيا. طيب البوكسايت احنا قلنا البوكسايت والتيتانيوم الاثنين مع بعض، يبقى اولى الدول الاسيويه الصين. طب البوكسايت قال لك روسيا. طب التيتانيوم ايوه يا ولد النرويج واوكرانيا، النرويج واوكرانيا. شايفك انا بغش من الكتاب شايفك. طيب اليورانيوم قال لك كازاخستان وروسيا، يبقى كازاخستان وروسيا. طيب بص كده على الاختيارات دي، اختار الاجابه الصحيحه. اي من المعادن الاتيه ينتمي المعادن الاساسيه، المعادن الاساسيه اللي هو الحديد والنحاس والكروم والكلام ده. طب البوكسايت خفيفه، تيتانيوم خفيف، يورانيوم استراتيجيه، يبقى الحديد هو معدن اساسي. طيب تاني حاجه من المعادن الاستراتيجيه والنوويه، الاستراتيجيه والنوويه هو كان معدن واحد بس، اليورانيوم. طيب مستر تالت سؤال، تنتج قاره اسيا نحو ثلثين الانتاج، احنا قلنا ثلثين حاجتين، حديد ونيكل. بص كده على الاختيارات، نحاس لا، بوكسايد لا، منجنيز لا، يبقى النيكل، يبقى حديد ونيكل. طيب بما تفسر تفوق قاره اسيا في انتاج المعادن عن قاره اوروبا؟ مساحه كبيره صخور كتيره، مساحه كبيره صخور كتيره، مساحه كبيره صخور كتيره، حلقات باطنيه نفاذ الكميه، حلقات باطنيه نفاذ الكميه بسبب الثوره الصناعيه. طيب الاهميه الكبيره للاهميه الاقتصاديه للمنجنيز، اما اقول لك بما تفسر الاهميه الاقتصاديه للمعدن كذا هتقول لي اهميته. المنجنيز ده كان بيدخل في صناعه الصلب وبطاريات السيارات الكهربائيه، بطاريات السيارات الكهربائيه. اهميه الاقتصاديه للنيكل قال لك والله برضو كان بيدخل في صناعه بطاريات السيارات الكهربائيه ومحركات الطائرات، محركات الطائرات. مستر ما المقصود بيه المواد الخام الحرجه؟ المواد الخام الحرجه دي اللي هي ايه؟ مواد خام محدوده الوجود ذات اهميه اقتصاديه كبيره بتدخل في انتاج الطاقه النظيفه، بنسميها مواد خام حرجه. تمام؟ طيب ما تقييمك لمصداقيه كل عباره؟ يعني قول لي العباره دي صح ولا غلط مع ذكر السبب في الحالتين، يعني صح ليه وغلط ليه. تمام؟ طيب الصين بتنتج معدن الحديد يكفي استهلاكها؟ احنا قلنا لو انت فاكر لو في الدرس بتاعنا احنا قلنا الحديد الصين بتنتج كميات كبيره جدا من المعادن، بس على الرغم من كده بتستورد كميات برضو كتيره من بره. ليه؟ عشان تغطي كميه الاستهلاك. يبقى هنا طبعا غلط، الصين مش بيكفي استهلاكها، لا هي بتستخرج كمان او بتستورد كمان كميات ضخمه من بره عشان تغطي استهلاكها. طيب تتصدر قاره اسيا المراكز الاولى في انتاج المعادن الخفيفه؟ البوكسايت قال لك ليه؟ لان البوكسايت اللي هو المعادن الخفيفه، البوكسايت المعادن الخفيفه بيدخل او بيتم انتاجه في المناخ المداري، المناخ المداري اللي هو الاستوائي، على عكس اللي هو مش موجود في اوروبا اصلا، لان اوروبا تقع في المنطقه المعتدله الشماليه. طيب احنا كده نكون خلصنا الدرس بتاعنا النهارده، اتمنى تكون كنت مركز معايا في الدرس. اي حد عنده اي استفسار هسيب لك جروب الواتساب، ان شاء الله المره الجايه هنكمل الدرس بتاعنا. مش عايزك تشيل هم الدراسات ابدا، وتاكد ان باذن الله دراساتك تكون في امان لسنين قدام، بس اوعى تنسى الكلام. سلام.